دكتور، أنا عملت عملية البواسير من أسبوع وبلاقي دم خفيف وإفرازات صفرة بعد العملية، هو ده طبيعي؟ اهلا بحضرتك والحمد لله على سلامتك. ده طبيعي في الفتره الاولانيه، في اعراض كده بتحصل بعد عمليات البواسير، اعراض طبيعيه ممكن تحصل لاي مريض. من ضمن الاعراض ديت نزول دم خفيف اثناء التويليت، وفي ممكن تلاقي افرازات صفراء شفافه بتستمر فتره من اسبوع لاسبوعين، تختلف من حاله لحاله. في اعراض تانية كمان ممكن نلاقي احساس بالالم، الاحساس بالالم ده بيختلف من حاله لحاله وحسب نوع العمليه، والعمليه بالليزر ولا بالجراحه، كل حاجه بيبقى لها مده الم مختلفه. في احساس بالتقل، يعني ممكن المريض يقول لي انا حاسس ان في تورم في فتحه الشرج، يا دكتور انا وانا بتشطف كاني ما عنديش شرج مش لاقي الفتحه. ده احساس بيحصل في اول ايام من اسبوع ل 10 ايام، ده احساس طبيعي جدا وما فيهوش اي مشكله، الاحساس ده بيروح لوحده وهو الشرج بيبقى طبيعي، ما تبقاش قلقان يعني ما فيش حاجه. واحيانا بيظهر تورم لو في جروح، بيكون الزوائد الجلديه اللي حواليها بيحصل فيها تورم، تقول انا حاسس بحاجات زي البلي او بكور او بنتوءات كده وقلقان، هي لسه البواسير موجوده؟ لا مش موجوده، ده لو في جروح خارجيه اثناء بعد استئصال الزوائد الجلديه ممكن بيحصل تورم في حرف الجرح بسيط وبعد كده بيزول وبيلتئم لوحده. فكل الحاجات دي حاجات طبيعية ما تقلقكش خالص بعد العملية، وبتروح لوحدها في خلال أيام. اوكي، الحمد لله على سلامتك.